السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن النادي الأهلي. إن شاء الله الأهلي بكرة الأربع هيلعب مع بتروجيت في استاد السويس الساعة 8. غيابات الأهلي سريعا كده: إمام عاشور لسه برضه حالته ما استقرتش، أشرف داري لسه بيتجهز برضه، حسين الشحات لسه برضه قدامه شوية، كريم فؤاد. أحمد سيد زيزو بقى موقفه غير محدد لسه، يعني أحمد سيد زيزو ما لعبش ماتش إيجي نوار اللي في القاهرة، لأن حصل كان في تقل في العضلة وكده، فهم حبوا إن هم يريحوه. كلمتين في السريع كده هقولهم بس خفاف يعني. تروب إحنا لسه ما نحكمش عليه دلوقتي، يعني لسه هو لعب 3 ماتشات وثلاث ماتشات ورا بعض، فما قدرش يحفظ اللعيبة التكتيك بتاعه أو طريقة لعبه أو الفكر بتاعه، فما نستعجلش عليه. تمام، وما نستعجلش على الحكم عليه. تمام، لأن يعني أنت كده كده أصلا جايبه في نص الموسم، ولا عمل فترة تحضير مع الفرقة ولا شاف اللعيبة صح. في لعيبة لسه ذاكرهم، دول المصابين، دول مهمين جدا في الفرقة، مش معاه، الأوراق دي مش معاه. لو هنتكلم عن الباك الشمال، كريم فؤاد كان بيلعب باك شمال مش موجود دلوقتي، حسين الشحات ورقة رابحة، إمام عاشور ورقة رابحة، أشرف داري مدافع المفروض إن هو قوي، لو بعدت عنه الإصابات هيستمر ويلعب أساسي. فنصبر عليه وما نحاولش إن إحنا نستعجل في الحكم عليه. وإن شاء الله المكسب للأهلي يوم الأربعاء بكرة إن شاء الله، وندعي للأهلي ونقول إن شاء الله الأهلي يكسب ويتصدر الدوري تاني. تمام. بس ملحوظة يا جماعة هقولها تاني: ما نحكمش على المدير الفني بسرعة، ما نحكمش على المدير الفني بسرعة. ما تنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم.